السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم فاطمة ابراهيم. النهاردة هنعمل محشي كرنب بخلطة جبارة وطريقة حلوة جدا. هنشوف كل التكات والحركات وازاي نخليه كله سوا واحد، ما يبقاش جزء مستوي وجزء لأ. ان شاء الله تشوفوا الطريقة وتجربوها وتعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة هنحط حلة على النار وهنحط جنبها طبق غويط شوية يبقى فاضي. هنشوف الطبق هنستعمله في ايه. هنروح الاول في الحلة اللي على النار وهنحط معلقتين كبار كده سمنة بلدي. طبعا المحشي بيبقى لازم معاه سمنة بلدي كده تديله طعم حلو. وهنحط معاهم برضو شوية زيت. برضو المحشي كده نكتر فيه زيت شوية علشان بيخلي الرز كده يبقى مفلفل وبيلمع. وهنحط بصلتين كبار يبقوا مفرومين. هنحط نص كمية البصل مع الزيت والسمنة، ونص البصل التاني هنحطه في الطبق الفاضي اللي هنسيبه على جنب. وبرضو من اهم تكات المحشي ان احنا نكترله البصل شوية، بيديله تسكيرة حلوة كده وبيخلي الرز مفلفل وبيبقى طعمه حلو قوي. هنشوح كده البصلة اللي على النار لغاية ما تبدأ تصفر وتاخد لون. اول ما تبدأ تصفر معانا هننزل عليها بفصين توم يكونوا مفرومين ناعم. برضو التوم بقى بيدينا ريحة وطعم حلوين قوي. هنحط برضو نص كميته، والنص الكمية التانية هنحطها على البصل. يعني عايزين الطبق التاني ده هيبقى حاجات كده ني في ني، واللي في الحلة حاجات نسبكها علشان ناخد طعم الحاجات كده وهي واخدة الفليفر والسموك، وحاجات تانية وهي لسه الطعم الأساسي بتاعها الني ده. هيبقى ميكس حلو قوي. هنحط مع البصل والثوم شوية فلفل أحمر، ممكن نستبدلهم بفلفل رومي، بس الفلفل الأحمر برضو بيدي تسكيرة كده ولون حلو جدا. هنشوح برضو الفلفل كده مع البصل والثوم لغاية ما يبدأ يطلع الريحة بتاعته. وهنحط عليهم برضو شوية من الخضرة بتاعتنا. هنحط طبعا بقدونس على شبت على كزبرة، ممكن نستعمل كده حزمتين من كل نوع، وهناخد منهم شوية صغيرة ونديهم تشويحة كده مع البصل والثوم والفلفل الأحمر. ويا سلام على الريحة اللي بتطلع، بيبقى ريحته حلوة قوي. وننزل عليهم بعد كده بطماطمتين كده نكون مقطعينهم قطع صغيرة، ممكن نبشرهم بس لما بيبقوا متقطعين بيبقى شكلهم برضو باين كده، بيخلوا الخلطة بتاعتنا حمرا ولونها وشكلها حلو. هندي برضو تشويحة كده للطماطم وننزل عليها بالتوابل بتاعتنا. هنحط ملح، كل حاجة هنحط نصها مع الحلة اللي على النار والنص التاني ني في ني. وهنحط فلفل اسود برضو نكتر كده من الفلفل الاسود بيدي طعم حلو قوي. وهنحط شوية بهارات، اي نوع بهارات، 7 بهارات او بهارات لحمة او فراخ. وهنحط شوية نعناع ناشف حوالي معلقة كبيرة. زي ما قلتلكوا كل حاجة نصها في الحلة والنص التاني في الطبق الغويط. وشوية بابريكا، برضو البابريكا بتدي طعم حلو قوي للمحشي. وحوالي نص معلقة صغيرة من الجنزبيل الباودر، هو اختياري بس انا عن نفسي بحبه قوي في المحشي، بيدي ريحة جميلة. وهنحط كمان نص معلقة صغيرة من جوز الطيب، هنحط برضو نصها هنا ونصها هنا زي بقية التوابل بتاعتنا كلها. واخر حاجة هنحط برضو معلقة كبيرة من الكوبيبة الصيني، دي بتتباع عند العطار، اختياري برضو بس طعمها بيبقى حلو قوي. هنشوح بقى التوابل بتاعتنا. هنا برضو ممكن نحط شوية كمون، بس انا عن نفسي مش بحب طعم الكمون قوي في المحشي، بحطه بس في مية السلق. هنحط بقى على الخلطة بتاعتنا دي طماطم تكون معصورة، ونحاول ان احنا منخفهاش تكون تقيلة شوية. وبرضو هنحط نصها مع الخلطة اللي على النار والنص التاني ني في ني بالشكل ده. وممكن نحط معلقتين كبار كده صلصة على حسب، هي الطماطم بتاعتي يعني مش حمرة قوي، فهحط لها معلقتين صلصة علشان تدينا لون حلو للخلطة بتاعتنا. هنشوح بقى كل ده مع بعض كده، وهنوطي النار عليهم خالص وهنسيبهم حوالي ربع ساعة لغاية ما يبدأوا يتسبكوا. وهنروح برضو نقلب البصل الني اللي مع الطماطم والتوابل والفلفل والثوم، ده برضو بيبقى ريحته حلوة جدا. صدقوني التكة دي في المحشي فعلا بتفرق فيه قوي، يعني انا بقول لكم بمنتهى الامانة فعلا هتلاقوا فيه فرق جامد في الطعم. جربوه ني في ني مع مسبك، 2 في 1، وهتشوفوا خلطة حلوة قوي. كده الخلطة دي جهزت، هنسيبها على جنب علشان بعد كده هنخلط الاتنين مع بعض. ودي الصلصة بتاعتنا اللي سيبناها تتسبك، خلاص كده اتسبكت، والطماطم بتاعتنا تقلت كده وبقت بالشكل ده، والريحة بتاعتها بقى جبارة. برضو شوية الخضرة اللي احنا شوحناهم مع البصل والثوم بتلاقوا ريحتهم حلوة قوي. هنشيلها برضو على جنب كده، نبقى جهزنا الصوص بتاعنا
بتاعنا. برضو التكة التانية المهمة جدا ان الرز لازم يكون ناشف خالص بالشكل ده. الرز انا بغسله وبسيبه حوالي ساعة لغاية ما ينشف خالص علشان يخلي الخلطة بتاعتنا تقيلة كده وما تبقاش سايبة مننا، ونعرف نتحكم واحنا بنلف كده الكرنب بتاعنا، يبقى كده كل صباع محشي ماسك نفسه كويس قوي. هنحط الخضرة بتاعتنا على الرز، وهنحط الخلطة اللي احنا عملناها الني في ني، وهنحط عليها الخلطة المسبكة. يفضل يعني ان احنا نحط شوية بشوية ونقلب كله مع بعض ونشوف لو محتاجين تاني ولا لأ. وهنحط معاهم شوية زيت حلوين زي ما قلتلكوا، يعني الزيت مع الأسف في المحشي بيبقى مهم ان احنا نكتره شوية لانه فعلا بيخليه مفلفل كده وجميل قوي. وكده تبقى الخلطة بتاعتنا جهزت. طبعا لو اتبقى مننا اي خلطة من الصوص هنشيله عادي في الفريزر من غير الخضرة بتاعته، والخضرة برضو ممكن نشيلها لوحدها، ده في كيس لوحده وده في كيس لوحده، ونبقى نستعملهم مرة تانية. وادي الخلطة بتاعتنا جهزت دلوقتي، هنسيبها على جنب ونبدأ بقى نسلق الكرومبة بتاعتنا. ده الكرومبة عندنا، دي عندنا في امريكا تعتبر كرومبة كبيرة كده ومحترمة. الكرومب هنا صغير خالص غير بتاع مصر. علشان نعرف ان الكرومب حلو نمسك الكرومبة كده، لو لقيناها خفيفة كده مش تقيلة تبقى كده من جوه مورقة وورقها جميل وتبقى كويسة قوي. هنبدأ ان احنا نقورها كده من تحت بالشكل ده بالسكينة علشان نسلقها. نفضل كده رايحين فيها بالسكينة بتاعتنا لغاية ما نشيل الجزء ده خالص. ده بيساعد جامد ان احنا نسلقها كلها حتة واحدة كده. عايزين الحتة دي تبقى فاضية، هناخدها ونروح على مية تكون بتغلي. المية هنحط فيها شوية ملح وشوية كمون، علشان كده انا محطتش كمون في الخلطة علشان ما يبقاش طعمه ظاهر قوي. وهنسلق الكرومبة بتاعتنا، هنحطها اول دقيقة على الجنب ده، بعد كده هنقلبها على الجنب التاني وهنسيبها حوالي 5 دقايق لغاية ما تبدأ تستوي معانا. هنمسك اول ورقة كده، لو لقيناها ان هي بتتشال بسهولة تبقى كده خلاص نسيبها كمان دقيقة واحدة بس علشان نتأكد ان هي من تحت كمان اتسلقت كويس. ونبدأ ان احنا نفرق الورق بالشكل ده. هنمسك ورقتين ورقتين ونغطسهم كده في المية. طبعا يفضل ان الحلة بتاعتنا تبقى كبيرة شوية علشان تغطي الكرومبة بتاعتنا، ونضغط عليها كده علشان بتبقى قابة لفوق شوية، ونتأكد ان هي كلها اخدت نفس السوا. هنجيب بقى مصفى ونطلع الورقة بتاعتنا نضغط عليها كده، لو لقيناها بقت طرية تبقى خلاص استوت. بس هو عامة ورق الكرنب بيحتاج سوا من 3 دقايق ل5 دقايق على حسب نوع الورقة. اول ورقتين كمان يفضل ان احنا ما نسويهمش قوي علشان لسه هنحط عليهم باقي الورق وهيبقى سخن فممكن كده يتهري، او ان احنا نحطه في مية ساقعة علشان نوقف السخونة بتاعته وما يتهريش مننا. هنفضل نكرر الموضوع ده، نشيل ورقتين ورقتين، وكل ورقتين واحنا بنشيلهم كده ندوس عليهم نتأكد ان هما استووا لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها، ونبقى كده سلقنا الكرنب بتاعنا بمنتهى السهولة. بعد ما هنخلص الكمية كلها هنبدأ بقى نقطعه. طبعا يبقى احسن ان احنا نسيب الورق يهدى شوية علشان ايدينا ما تلتهبش ونبدأ نقطعه. هنمسك كل ورقة كده بالطريقة دي، ومن عند العرق هنقوم تانيينها على بعض بالشكل ده وبالسكينة، ونشيل العرق ده اللي بيبقى في النص بالشكل ده. بعد كده هنمسكها من الجنبين اللي احنا شلنا منهم العرق، وهنقوم برضو مطبقينها كمان تطبيقة ونفردها كويس قوي بايدينا ونبدأ نقطعها. طبعا المقاس ده كده بيبقى كويس قوي، بس مهم ان احنا دايما نفرد الورقة بتاعتنا كويس علشان نتأكد ان هي مش مطبقة في بعض وتبقى كلها سوا واحد. ادي ده شكل الورقة بتاعتنا. ممكن ان احنا نبدأ نقطعها كده بالشكل ده، او ممكن ان احنا نلفها كلها على بعض. طبعا ان احنا نلف وهي صحيحة على بعض بتبقى اسهل. نبدأ نحط الرز ونحشي ونقطع، وهنشوف مع بعض دلوقتي هنعملها ازاي. ممكن ان احنا نستعمل برضو كاتنج بورد، صدقوني بتبقى احسن بكتير علشان نحافظ على ايدينا. هنعمل حرف 8 كده للعرق بتاعنا، نشيله بالطريقة دي بمنتهى السهولة، وبرضو نطبقها كده على بعض مرتين ونحطها برضو على الكاتنج بورد بتاعنا، ونبدأ نقطعها بالشكل ده كده. برضو بنضمن ان هي تطلع شكلها احسن وبتبقى كلها سوا واحد، وبنحافظ على ايدينا علشان السكينة ما تعملش خطوط في صوابعنا. ادي الورق بتاعنا. هنبدأ بقى دلوقتي نجهز الحلة اللي هنحشي فيها. انا عن نفسي بحب قوي اسويه في الفرن، فبستعمل حلة ينفع تدخل الفرن، وبنحط في الحلة شوية من العروق بتاعة الخضرة بتاعتنا اللي هي بتبقى من تحت دي كده. قطعتها وحطيتها في الحلة، وحطيت شوية بصل كده شرايح وشوية طماطم شرايح، دول اختياري بس بيدوا
بيدوا طعم وريحة بقى جبارة، والمحشي كده بيستوي الروايح دي بتبقى قلب الدنيا. لو هنعمله بالفراخ هنجيب الفرخة بتاعتنا نبقى قاسمينها كده من سلسلة الظهر وفاتحينها بالشكل ده، وهنتبلها بشوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية بصل باودر وشوية زيت زيتون او زيت ذرة، ونبدأ ندعك بيهم كده الفرخة بتاعتنا كويس. زي ما قلتلكوا الحتة دي اختياري، ممكن ان احنا نعمله من غير فراخ خالص عادي جدا، بس برضو بالفراخ بقى مقولكوش على الريحة، ريحة المحشي بتبقى مش ممكن. هنبدأ كده ان احنا نتبل الفرخة بتاعتنا كويس من الناحيتين. بصوا شايفين اهي الفراخ مفتوحة من الظهر بتاعتها زي ما قلتلكوا كده من عند سلسلة الظهر. ممكن ان احنا نقطعها برضو 4/4 او نسيبها بالشكل ده اللي احنا عاوزينه. هناخد بقى فرختنا كده ونروح على طاسة تكون سخنة جدا وننزل فيها الفرخة بتاعتنا، نديها صدمة كده من الناحيتين ونشيل الفرخة بالراحة خالص ونقلبها على الناحية التانية لغاية كده ما تاخد صدمة، وبرضو بتبقى كده اخدت سوا بسيط واخدت لون حلو من تحت، وده علشان لما نيجي نقلب الحلة بتاعتنا بعد كده تبقى الفراخ كده واخدة لون تحمير حلو. هنحط الفرخة بتاعتنا في الحلة ونبدأ نحشي الورق بتاعنا. هنمسك بقى الورقة بتاعتنا كده زي ما قلتلكم، ممكن ان احنا نقسم الورق بتاعنا ونحشي ورقة ورقة، او ان احنا نحشيه كده حتة واحدة، الاسهل لنا والاريح لنا. هنحط كده الخلطة بتاعتنا، شايفين الخلطة ماسكة نفسها ازاي كده، الصوص لازم يبقى تقيل علشان ما يفكش مننا. ونبدأ ان احنا نساوي الرز كويس ونلف المحشي بتاعنا كويس قوي. مهم برضو ان احنا الورق ما نهرهوش جامد علشان لما نيجي نلفه يبقى بيتلف معانا كويس، والصباع بتاعنا يطلع كده حتة واحدة ما يبقاش مهري في ايدينا، ونضغط كده بالراحة بايدينا لغاية ما يبقى بالشكل ده كده. برضو المحشي مهم جدا ان احنا نحطه كويس كده، نلف عليه جامد علشان يبقى متماسك وما يبقاش مهري مننا. هنفضل نكمل كده الكمية بتاعتنا كلها، نجيب برضو بقية الورقة ونحط فيها شوية خلطة. وبرضو مهم ان احنا ما نكترش الرز قوي علشان كده صباع المحشي ما يبقاش تخين قوي، يبقى رفيع كده وشكله لذيذ. وبصوا كده بصوابعنا بنضغط بالراحة مش بنقطعها، بنضغط بس بالراحة وبنلف علشان يبقى متماسك كده بالشكل ده. ونشيل بواقي الرز من الجنبين ونحط في الحلة جنب التاني. برضو في نقطة مهمة قوي، واحنا بنحط المحشي في الحلة مش عايزين نلزقهم في بعض جامد قوي، عايزين نسيب هوا ما بينهم او مسافة ما بينهم علشان الشوربة لما نيجي بعد كده نسقيه تدخل كده ما بين المحشي وبعضه، وكمان علشان يدخل له هوا ويستوي كويس. بصوا انا بضغط بالراحة مش بضغط جامد علشان ما تتقطعش، وفي نفس الوقت ببقى عايزة الورقة تتلف كويس على الرز يبقى شكل المحشي بتاعنا حلو. بعد ما هنخلص ممكن كده نيجي على نص الكمية بتاعتنا ونبدأ ان احنا نحط شوية بصل، برضو حاجة بسيطة خالص بس صدقوني بيفرق جامد قوي في طعمه وريحته. ونحط برضو رشة طماطم، انا عن نفسي اصلا بحب جدا اكل البصل والطماطم دول مع المحشي، بيبقوا بالنسبة لي حاجة وهم. وممكن نحط شوية فلفل رومي برضو بيديله ريحة حلوة قوي، ونكمل فوقيهم بقية المحشي بتاعنا. واحنا كده سايبين مسافة كويسة، بأكد عليكم لان هي دي اهم تكة في ان المحشي يطلع كله سوا واحد، علشان في كتير بيشتكي ان الكرنب بيبقى نصه مستوي ونصه لأ. نسيب مسافة هيستوي كله ويبقى زي الفل. هنحط بقى الحلة بتاعتنا على النار، عايزين الحلة تسخن الاول قبل ما نحط لها المرقة اللي هنسقي بيها. هنهدي النار خالص ونسيبها 5 دقايق تسخن، ونجيب مرقة فراخ، مرقة لحمة، اي نوع مرقة عندنا، بس انا بحب المحشي بالفراخ. ونحط فيها شوية ملح ومعلقة صلصة، وممكن هنا بقى نحط شوية كريمة لباني، وسامحوني على الجريمة دي بس والله بتفرق قوي، انا فعلا امينة معاكم قوي، التكة دي بتفرق. في ناس ممكن تتضايق منها بس انا بقول لكم فعلا التكات اللي هتخلي ريحة المحشي وطعمه كده مش ممكن. ممكن نستبدل شوية الكريمة اللباني بشوية لبن صغيرين، حوالي ربع كوباية على المرقة بتاعتنا. هنقلبهم مع بعض كويس ونبدأ نسقي بيهم المحشي. هنبدأ بقى نسقي المحشي كده لغاية ما نوصل للصف الأخير. ومهم جدا ان المرقة واللبن او المرقة والكريمة دول لازم هم كمان يكونوا سخنين كويس قوي، يبقوا بيغلوا قبل ما نسقي المحشي. والحلة بتاعتنا زي ما قلتلكوا تبقى سخنة، وهنسقي كده لغاية ما يوصل للصف الأخير، ونبدأ نهز الحلة كده علشان نتأكد ان المرقة نزلت للمحشي كله. دي برضه بتساعد معانا جامد ان كله يبقى سوا واحد. نوزع المرقة بتاعتنا كويس، والمرقة تبقى بصوا مش مغطية اخر صف، تبقى يدوب كده عليه.
بعد كده هنسيب المحشي على البوتاجاز كده على الهادي شوية، النار ما تبقاش واطية قوي زي الرز ولا تبقى عالية قوي، تبقى كده وسط لغاية ما يبدأ يتشرب. بعد ما يتشرب ممكن نهدي النار عليه ونسيبه على البوتاجاز يكمل سواه، وممكن ان احنا نسويه في الفرن. بس نصيحتي ليكو في الفرن بيبقى حلو قوي، بس الفرن يكون سخن ويكون درجة حرارة هادية قوي زي الكيك كده بالظبط على 180 لغاية ما يستوي معانا. هو بيحتاج ساعة بالظبط، بس ساعة من اول ما بنحطه على البوتاجاز. نحط الحلة بتاعتنا على البوتاجاز ونظبط المنبه ساعة ونسقيها ونحطها في الفرن او نكمل سواها لغاية ما تستوي وتبقى. بصوا بقى شكلها عاملة ازاي، نفسي تشموا الريحة ونفسي تدوقوه. فعلا التكات اللي قلتلكوا عليها اوعدكوا هتخلي المحشي بتاعنا حلو قوي وبيبقى كله سوا واحد. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. ادي الفراخ بتاعتنا مستوية كويس جدا، مش بتحتاج سوا اكتر من كده، فما نقلقش الفراخ هتستوي كويس. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوله لايك وشير وكومنت، وهستنى اشتراككم في قناة اليوتيوب وتفعلوا الجرس. شكرا.